بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مقام سيد الأولين والآخرين حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. من معايير الحكم الصالح ومن معايير جودة الحكم الديمقراطي كما يزعم هو الفصل بين السلطات الأربعة: الجهاز التنفيذي الذي ينفذ القوانين، والجهاز التشريعي الذي يشرع للأمة القوانين لكي تستمر صيرورتها نحو تحقيق أهداف هذا البلد، ثم هنالك السلطة القضائية التي تفصل بين النزاعات أو النزاعات بين الخصوم، والسلطة الرابعة الحاكمة والتي ترشد مسيرة هذه السلطات كلها حتى لا تطغى، وهي السلطة الإعلامية والتي تسمى السلطة الرابعة. هذا بإذن الله تبارك وتعالى ما يقال عن الحكم الصالح، الحكم الرشيد. أما تلك البلدان والدول الدكتاتورية التي تختزل الحكم كل الحكم في شخص الرئيس ويجمع السلطات الأربعة: التنفيذية والتشريعية والقضائية والإعلامية، بحيث يلغى كل رأي مخالف، وهو ما عبر عنه فرعون في القرآن: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهنا يصبح القضاء صوت بيد السلطة ينتقم به من كل المعارضين، ومن كل صوت نشاز لا يعجب الحاكم، وبذلك يسلط عليه القضاء، مبينا في الظاهر أنه إنما يحتكم إلى القضاء. وأي قضاء هذا؟ هو القضاء الذي أسس فقط خصيصا لخدمة الاستبداد والحاكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا أقول هذا الكلام؟ لا إله إلا الله. أولا، الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام حينما تحدث عن القضاة فقال: القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. القاضي الأول جاهل الحكم ولم يعتمد على استيفاء جميع الدلائل والحجج لتعزيز حكمه، فحكم بجهل دون الإحاطة بحيثيات الموضوع كله، فهو في النار. القاضي الثاني في النار هو الذي عرف الحق ولكن حكم بخلافه لرشوة أخذها أو لميل إلى من يريد أن يحكم إليه بناء على انتماء سياسي أو تحقيق غرض أو. وأما القاضي الثالث هو الذي عرف الحق وقضى به، فهو في الجنة. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة: المطلوب من القاضي أن لا يكون موجها من أي سلطة، وأن يتجرد من هواه، وأن يستفرغ الوسع في جمع كل الدلائل والقرائن المعتمدة لإصدار أي حكم، كائنا من كان الذي يقف أمامه في المحكمة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يأتمر أبدا من قبل الحاكم وأزلام الحاكم، فكثيرا من هؤلاء القضاة عياذا بالله إنما يحكمون انطلاقا من مكالمات هاتفية تأتيه من السلطة التنفيذية بأمر من الحاكم، أو في أحسن الأحوال يكتب لهم الحكم في أولئك المعارضين، ليأتي القاضي فقط في صورة قاضي لكي يتلو فقط ما كتب على الورقة من حكم. لا إله إلا الله. وهذا في أحسن الأحوال. أما في أسوأ الأحوال أن يقوم القاضي بالمسارعة أكثر في تحقيق أجندات الحاكم في الحكم على المعارضين بأشد ما يأمر به الحاكم، وهؤلاء عياذا بالله الأسوأ في مجال الحكم. لا إله إلا الله. لو أننا عدنا إلى العصر الإسلامي في فتراته التاريخية الطويلة لقرأنا نماذج مشرفة
في مجال العدل في الحكم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا علي بن أبي طالب سقطت منه درعه وأخذها يهودي، فلما رأى علي رضي الله عنه معه قال هي درعي، قال بل هي درعي. فلما أصر علي قال علينا بالقاضي، فتم اختيار القاضي شريح رضي الله عنه، وجيء بهما إلى المحكمة، فقال ماذا تقول يا علي؟ قال إنها درعي سقطت مني. قال اليهودي وما تقول؟ قال هي درعي. قال القاضي البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فما هي بينتك وحجتك يا علي؟ فجاء بشاهدين، شاهد من خارج عائلته وجاء بشاهد آخر هو الحسن، فحكم شريح أن الدرع درع اليهودي، لأن الشرع لا يقبل أبدا شهادة الولد لوالده. وتسلمها اليهودي وخرج منتشيا وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حكم قاضي المسلمين على خليفة المسلمين في درع خليفة المسلمين لليهودي، بهذا قامت السماوات والأرض. ومثل هذا كثير في التاريخ الإسلامي. وكان القضاة إذا أرادوا أن يحكموا كانوا يستحضرون الله تعالى سبحانه عز وجل. بل إن الإمام أبو حنيفة مات في السجن لأنه رفض أن يتولى القضاء. بل إن أحدهم قال إنني لن أناولك الدوات. قال الحاكم لما؟ قال لأنني أخشى أن تسود صفحتك بظلم تجريه على أحد من الخلق وأكون قد أعنتك على الظلم. كل هذا، ولماذا تقول لنا هذا؟ في صبيحة هذا اليوم قضى ورحل المستشار شعبان الشامي الذي حكم على مرسي المنقلب عليه المظلوم بالحكم. من المتهمين محمد مرسي عيسى العياط بالإعدام شنقر. سنعيدها إن شاء الله. عاقبة كل من المتهمين محمد مرسي عيسى العياط بالإعدام شنقر. هذا الذي أصدر هذا الحكم يسمى المستشار شعبان الشامي. قضى اليوم، أي انتقل إلى عفو الله سبحانه عز وجل صبيحة هذا اليوم. لا إله إلا الله محمد رسول. أولا فقد حكم على مرسي بالإعدام شنقا، وحكم على مجموعة بالإعدام. لا إله إلا الله. ومرسي هذا هو الذي انقلب عليه العسكر بأعاز من الغرب، وقد انتخبه الشعب المصري في أول انتخابات نزيهة شهد له القاصي والداني بالنزاهة، فتم الانقلاب عليه. ثم بعد ذلك ذهب به إلى السجن فقط لأنه لم يرد أن يمثل مصالح الغرب أو أن يتنازل عن إرادة الشعب في تقرير مصيرها في اختيار من يحكمها لأول مرة في أرض الكنانة. لا إله إلا الله. وهذا ظلم بين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهكذا حكم عليه بالإعدام، فانتقل إلى عفو الله مرسي سنوات، وعاش بعدها هذا الرجل هذا المستشار إلى هذا اليوم بالضبط، فلقي الله هو الآخر. ولما لقي الله تعالى فعند الله تجتمع الخصوم، والله ينصب محكمة يوم القيامة قاضيها هو الله، لا محامي يدافع عنك، لا رشوة تعطيها،
ولو أن لك ملء الأرض ذهبا تريد أن تفتدي يوم القيامة من قدر الله وعدالة الله تعالى فلن يسعفك كل ذلك. الله. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سورة الأنبياء. لا إله. ولذلك علق ابن مرسي فقال: ولا زال لنا عند الله لقاء، أي أصحاب هذه التبعات التي تحملتها على كاهلك أيها المستشار حينما حكمت بالإعدام عليه وعلى مجموعة من المظلومين، لا لشيء إلا لأنهم وقفوا مع الشرعية، لم يريدوا تسليم أرض الكنانة إلى أرض السلطة فيها تبقى في خدمة أعداء الله وتمارس ما تمارسه لحد الآن على إخواننا من حصار شديد شنيع خطير. فعند الله تجتمع الخصوم ولنا عند الله لقاء. الناس يعرفون قيمة هذه الكلمات، لنا عند الله لقاء. فعند الله لا تظلم نفس شيئا، وما كان ربك بظلام للعبيد، وربك سبحانه عز وجل ليس له مصلحة في أي مخلوق حتى ينحاز إلى جهة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إلى ضد جهة أخرى. فكل الخلق بين يدي الله سواسية كأسناز المشط. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الأولى في تعليقي. ثانيا أقول له ولجميع من يحكم نيابة عمن يخدم مصلحتهم لا لإحقاق الحق ولكن لخدمة مصالح الظلمة، هؤلاء نقول لهم: الكل يموت والبقاء لله. واعلم يا عبد الله، يا من تحمل شارة الحكم وتضع وراءك قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نقول لهم: إنكم ميتون وإن الخلق جميعا مصيره الموت والبقاء لله الواحد القهار. فحينما يفني الله الخلق ينادي ربك في السماوات وفي الملأ الأعلى يقول: أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين أبناء الجبابرة؟ أين الأكاسرة؟ أين أبناء الأكاسرة؟ أين من أكلوا خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيقول: الملك لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. فمن كانت له تبعة على أحد من خلق الله وهو من أهل الجنة لن تباح له دخول الجنة حتى يؤدي الذي عليه لمن له الحق عليه، ولن يدخل أهل النار إلى النار وعليهم تبعة أحد من أهل الجنة ومن أهل النار حتى يستوفوا حقوقهم جميعا. بل إن الله يوم القيامة اقتضت حكمة أن يقتص حتى بين البهائم، فالشاة الجلحاء التي لا قرن لها وكانت تتعرض لظلم تلك القرناء تحشر القرناء جلحاء وتوضع القرون على رأس الجلحاء فتأخذ حقها كما فعلت بها تلك القرناء في الدنيا. فحينما تستوي حقها يقول الله لهم: كونوا ترابا، لأن البهائم أبدا لا يدخلون النار، ولكن القصاص القصاص القصاص، كما قال سيد ربي سبحانه عز وجل في القرآن: ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الحق، إنه يوم الحق، إحقاق الحق. يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا،
لما يرى أنه يقتص للبهيمة العجماء من التي ظلمتها، فيتمنى لو كان بهيمة حتى لا يدخل النار، وإنما قصارى ما يفعل الله به أن يرده ترابا. إذن فيوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى هنالك القصاص. رابعا أو ثالثا، هل سينفعك هذا الظالم إذ حكمت لتثبيته؟ هل سينفعك يوم القيامة؟ لا ينفعهم أبدا هؤلاء، بل يتبرؤون منهم. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. وقال الذين اتبعوا، يا الله، للذين اتبعوا، يقول لك وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقالوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. ولكن هيهات، هل ينفعهم يوم القيامة تبرؤهم من الذين اتبعوهم وحكموا على المظلومين والعياذ بالله وفق هوى حكامهم؟ أبدا لم ينفعوهم، بل يتبرؤون منهم، بل هم والعياذ بالله يقولون لهم لم يكن لنا عليكم سلطان، تماما كالشيطان الذي يقول يوم القيامة في خطبته الأخيرة في جهنم لما قضي الأمر، يقول الشيطان يقول لهم لم يكن لي سلطان عليكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. معناه أنه يوم القيامة كل من خدم ظالما يوم القيامة يتبرأ منه. أما في الدنيا من خدم ظالما ووقف مع ظالم سلط الله الظالم عليه وأهانه. ولذلك فالإنسان يعلم أنه ميت. ثانيا لا بد له بإذن الله إذا كان يمارس مثل هذه الوظيفة الشرعية العظيمة أن يحكم بناء على القرائن والدلائل. ثالثا أن لا يقف مع الظالم أبدا. رابعا أن يستحضر الله سبحانه عز وجل في أن ينال أحدا من خلقه بالظلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.